بنزل محتوى ملوش أي معنى ولا جدوى ولا مغزى، بس ما علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه والاخبار؟ يا رب كل الناس تكون بخير وكل شيء تمام معاكم، واهلا وسهلا مرحبا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة. صباحكم بيضحك ويومكم جميل بإذن الله تعالى. ربنا يكرم ويوفق وينجح الناس كلها، الناس اللي عندها امتحانات وللناس اللي رايحة شغلها. ربنا يكون في عونكم. الدنيا صعبة، الدنيا صعبة على الجميع. طبعا بصور الحلقة دي دلوقتي من البراح، الحمد لله مفيش أصوات حواليا ولا في شوية هوا. هو في شوية هوا خفيف. جو جميل جدا يا جماعة، جو جميل جدا جدا جدا، عشان احنا لسه الصبح. الساعة دلوقتي 6 تقريبا، يعني على ما أتذكر. أنا حاسس إنها 6، بس ما علينا، بس ما علينا يا جماعة. كل سنة وأنتم طيبين. مش عارف بمناسبة إيه، وربنا يجعل أيامكم كلها أعياد وأفراح. وأنا بقالي فترة مش بنزل عشان تعبان، بس قررت أجي على نفسي، وأنا هاجي على نفسي. ايوه هاجي على نفسي وانزل الشارع، اتمشى شويه، اتمشى ساعه ولا ساعتين عشان اظبط رجلي، لان انا رجليا بتتظبط بالمشي الكتير. وبرضه اصفي دماغي من الشغل والدراسه، لان انا ما بعملش اي حاجه حاليا غير ان انا بشتغل وبذاكر وبتعلم وبدرس وبعمل وبس. ما بعملش اي حاجه تانية، ولا بكلم حد ولا بتعامل مع حد، ودماغي مليانه حاجات كتير. فهحاول ان انا اصفي دماغي شويه عن طريق المشي. وانا حاليا بسمع ايه؟ انا بسمع قناه اسمها اسئله نص الليل بتاعت عمر عابدين او عمرو عابدين، مش متذكر الصراحه. انا معتقد ان هي بتاعت عمر عابدين. يعني بحب القناه دي جدا على فكره، يعني من اكتر القنوات اللي انا بحبها. بس ما علينا، ده طبعا مش موضوعنا النهارده. بحبكم في الله يا جماعه، واتمنى ليكم كل التوفيق والنجاح، وربنا يكون في عونكم. الناس اللي رايحه تمتحن ربنا يجعل الامتحانات سهله، والناس اللي رايحه الشغل ربنا يكون في عونكم النهارده. وفي الحالتين للجميع شدوا حيلكم، وربنا يكون في عونكم، وبالتوفيق ومن تقدم لنجاح اكبر باذن الله تعالى. ربنا يكرمكم ويوفقكم وينجحكم ويفرحكم، وان شاء الله تقدروا انكم تحققوا احلامكم، وان شاء الله خير. انا قلت اعمل كده دخول مفاجئ. كلاب بتلعب حواليا هنا، مش مهم. انا مش بخاف من الكلاب، بس يا رب ما يعضونيش. بمناسبة ان في ناس بتموت الكلاب وبتسم الكلاب، تضرب الكلاب وبتأذيهم، حسبي الله ونعم الوكيل. انا مش عارف اقول ايه اكتر من كده، لان انا مش محضر اي حاجه وبرتجل كالعاده. لكن انا بحبكم في الله، ونفسي الناس تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك وكومنت وشير. تابعوني على الانستجرام وتابعوني على التيك توك. بنزل محتوى ملوش اي معنى ولا جدوى ولا مغزى، بس ما علينا. انا يعتبر كده خلصت. لايكاتك بقى وكومنتاتك وشيراتك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعني على الانستجرام وتابعني على التيك توك، وخد جوله هناك، عشان احنا عايزين نوصل لاكبر عدد ممكن من المتابعين والمشتركين بدون سبب وبدون هدف. مش عارف ليه بصراحه، بس ما علينا. انا خلصت يا جماعه، انا خلصت. اي حد عايز اي حاجه انا سايب التعليقات مفتوحه. اي حد عايز اي حاجه سيب كومنت على الفيديو ده، انا سايب التعليقات مفتوحه وسايب الرسائل مفتوحه. وبس كده خلصنا الحلقه. بحبكم في الله، ادعوا لي بالتوفيق في حياتي والنجاح في شغلي والشفاء العاجل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.